إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: ومن صفات الله تعالى أنه سبحانه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، أي الرسل. وقال جل جلاله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه أي لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء، أي الملائكة. وهذا الحديث صح مرفوعا وموقوفا، الأكثر على أنه موقوف، وصححه الألباني موقوفا ومرفوعا. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الله تبارك وتعالى الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة كالإمام أحمد، واستشهد به البخاري، علقه البخاري في صحيحه في موضعين، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتا ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال سبحانه: أنا فوقك وأمامك عن يمين وعن شمال. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. وهذا الأثر فيه نظر كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. صفة الكلام. الكلام صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. مرت علينا الآيات والأحاديث، وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله عز وجل، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى، يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، صفة فعلية، بحروف وأصوات مسموعة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. والدليل على أنه بمشيئته سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فلما جاء موسى عليه السلام للميقات كلمه الله عز وجل.
وأن الله تبارك وتعالى كلم من شاء من خلقه بما شاء، فكلم الله عز وجل آدم عليه السلام، وكلم الله عز وجل موسى عليه السلام، وكلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، تكلم الله تبارك وتعالى بالتوراة والإنجيل والقرآن، ويكلم الله عز وجل الناس في أرض المحشر بكلام متعدد. وقد خالف أهل السنة في هذه المسألة طوائف، منهم طائفة الجهمية الذين قالوا ليس الكلام من صفات الله، جعلوا الكلام مخلوق، فقالوا تعالى الله عما يقولون أن الله عز وجل خلق الكلام في محل ما في الهواء أو في مكان ما، وأضافه الله عز وجل إليه إضافة خلق أو تشريع، ويلزمهم على هذا الكلام. هم يقولون مثلا أن الذي نطق بكلام موسى عليه السلام الذي خلق فيه الكلام هو الشجر، يلزمهم على هذا أن الشجر قالت لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا لازم الباطل، بل هذا لازم الكفر. لذلك ابن قدامة رحمه الله لما ذكر الآيات التي كلم الله عز وجل بها موسى عليه السلام قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله سبحانه وتعالى، وكلامهم هذا باطل لأنه خلاف السلف وخلاف المعقول ما يظهر منه النص وليس عليه دليل. فموسى عليه السلام سمع الله عز وجل يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون، ويلزم على قولهم لوازم باطلة، منها مثلا إذا قالوا أن الكلام يضاف إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل خلقه، فكل كلام على وجه الأرض مخلوق لله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، فعلى هذا يلزمهم أن يقولوا أن كل كلام على وجه الأرض مهما بلغ كفر أو بلغ فجور كلام الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الطائفة الثانية طائفة الأشاعرة. الأشاعرة قالوا كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس. معنى قائم بالنفس يعني لا يتكلم حقيقة. أولا في لغة العرب لا يوجد ما يسمى بالكلام النفسي، إنما يوجد ما يسمى بالحديث النفس. حديث النفس. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى ما حدثت به أنفسها الله عز وجل يغفره، ما لم تعمل بهذا أو تتكلم بهذا، ففرق ما بين حديث النفس والكلام. فليس في لغة العرب ما يسمى بالكلام النفسي. فهذه كنظرية الكسب الأشعرية التي ليس عليها دليل أصلا في لغة العرب. ثم بعدما جعلوا الكلام صفة نفسية جعلوه غير متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني ليس الأمر حسب ما يشاء جل جلاله يكلم من شاء بما شاء، إنما جعلوا كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس دائم أبدا. لذلك عندهم القرآن والتوراة والإنجيل ليس كلام الله عز وجل تعالى الله عما يقولون، إنما هذا كله عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. عبارة هذه قولة الأشاعرة، حكاية هذه قولة الماتريدية كما سنفسره إن شاء الله. يقول وهذه الحروف والأصوات المسموعة، يعني مثلا كالقرآن حين يقرأه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا الذي يسمع يقولون إنه للتعبير عن المعنى، مخلوق للتعبير عن المعنى. فآل قول الأشاعرة إلى قول الجهمية، وإن كان الأشاعرة لا يصرفون، يقولون هذا القرآن الموجود ليس هو كلام الله عز وجل، إنما هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. ويرد عليهم بأنه خلاف إجماع السلف
وخلاف الأدلة الدالة على أن لله عز وجل كلاما يسمع ولا يسمع إلا الصوت، وخلاف المعهود، لأن المعهود ما ينطق به المتكلم يكون هو الكلام، لا ما يضمره في النفس. ما يضمره في النفس يسمى الحديث ولا يسمى الكلام. والدليل أدلة أهل السنة والجماعة على أن الكلام كلام الله عز وجل حرف قول الله تبارك وتعالى يا موسى إني أنا ربك، هذه الكلمات حروف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به 10 حسنات. من قرأ حرفا، فكلام الله عز وجل حروف. والدليل على أنه يسمع قول الله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن، هذا صوت والصوت يسمع. وناديناه، والذي ينادى عليه يسمع صوت المنادي. وفي حديث عبد الله بن أنيس، وهو الحديث المشهور برحلة جابر رضي الله عنه وعن أبيه، قال عليه الصلاة والسلام يحشر الله عز وجل الخلائق فيناديهم بصوت، يجي يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكلام الله تبارك وتعالى عند أهل السنة والجماعة كلام قديم النوع حادث الآحاد. صفة الكلام صفة قديمة ليست حادثة كما زعم بعض المبتدعة حين قالوا كان الكلام ممتنعا عليه ثم تكلم. لا، هو صفة قديمة أزلية كسائر صفات الله تبارك وتعالى، لكنها حادثة الآحاد أو متجددة الآحاد. يكلم الله عز وجل من شاء من خلقه ما شاء. فمثلا كلام الله عز وجل لآدم عليه السلام في أرض المحشر، وأول كلام له سبحانه وتعالى يوم القيامة أول ما يكلم عباده ينادي يا آدم أخرج بعث النار. وكلام الله عز وجل لأرض المحشر حين يأتيهم سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفونها، هذا كلام، وهذا الكلام غير هذا الكلام. وكلام الله عز وجل لأهل الجنة كلام آخر، وهذا كلام غير ما سبق. كلام الله عز وجل لموسى غير كلام الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، لموسى لما كان في الطور، ولمحمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. إذا الكلام متجدد، فليس الكلام عبارة عن معنى واحد يندفع دفعة واحدة. هذا قول طائفة من الضلال تسمى طائفة السالمية، يقولون إن كل كلام الله عز وجل، هم لا يقولون بكلام الناس، يقولون بكلام صوت وحرف، لكن يقولون كل كلام يخرج دفعة واحدة، فليس حرف الباء يأتي قبل حرف السين قبل حرف الميم، لا، ليس عندهم هذا والله. وهذا شيء غير متصور أصلا، أن يكون الكلام القرآن كله تكلم به دفعة واحدة في لحظة واحدة. إذا من سمع القرآن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن مرتبا على هذا الترتيب، على هذه الحروف المرتبة للكلمة الواحدة، وهذا كلام لا يعقل. فالشاهد أهل السنة والجماعة يقولون صفة الكلام صفة قديمة في النوع، وهي متجددة أو حادثة الأحد. ومعنى قديم النوع أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. والقول بأن الكلام لم يكن من صفته ثم كان من صفته اتهام لله عز وجل بالنقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومعنى حادث الآحاد أن آحاد الكلام المعين المخصوص حادث بمعنى متجدد، لأنه متعلق بمشيئة الله متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. قول الأشاعرة أن الكلام عبارة، قول المترذي أن الكلام حكاية، العبارة والحكاية بمعنى واحد أو كل بمعنى متقارب. مرادهم بذلك أن الله عز وجل أفاض هذا المعنى هو القرآن على نفس جبريل، فعبر جبريل من تلقاء نفسه عن كلام الله سبحانه وتعالى، أو حاكى كلام الله عز وجل،
فعلى هذين القولين إذا ليس القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك حقيقة قول الأشاعرة والماتريدية أن القرآن مخلوق، حقيقة قوله، بل نص بعضهم على هذا الكلام كما في شرح البيجوري لجوهرة التوحيد، كما في شرح كتاب جوهرة التوحيد. هذا من متون الأشاعرة يدرس في الأزهر، وهذا الشرح المتن لإبراهيم اللقاني والشرح للبيجوري. نص البيجوري نصا في كتابه على أن القرآن مخلوق. طيب الإمام أحمد وفتنة الإمام أحمد المحنة التي كانت لماذا كانت؟ كانت لدفع هذه التهمة عن كتاب الله عز وجل ولرد هذه الفرية على أعداء الله تبارك وتعالى على الجهل. تعليق على كلام ابن قدامة رحمه الله. قوله رحمه الله متكلم بكلام قديم، يعني به قديم النوع حادث الآحاد. هذا توجيه لكلام ابن قدامة. لما يقول ابن قدامة متكلم بكلام قديم على مذهب أهل السنة، ما القديم؟ نوع الصفة، صفة الكلام صفة قديمة، لكن آحاد الكلام قديم ولا متجدد؟ متجدد. يقول الشيخ لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والأحد. ده ظاهر كلام ابن قدامة، فإن كان هذا هو المراد فهو خطأ، وإن كان هذا التوجيه الذي ذكرناه أولا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيحمل عليه قول ابن قدامة أو لا. قوله سمعه موسى من غير واسطة، يعني موسى عليه السلام لم يسمع الكلام من الشجر، أو لم يسمع الكلام من النار، أو لم يسمع الكلام في الهواء، إنما سمعه من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قوله وسمعه جبريل عليه السلام لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، فالذي نزل بالقرآن جبريل عليه السلام، نزل به جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة نزول القرآن سنذكر فيها تفصيل جيد للشيخ صالح على الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه. إذن يسمعون كلام الله عز وجل فيخبرونهم بذلك. وأما الرسل فلما ثبت من تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام وتكليم الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. وأما المؤمنين فلقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعدك. وقوله يأذن لهم فيزورونه هذا يتكلم عن الزيارة، وأحاديث الزيارة كثير. في الحديث المذكور حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، هذا الحديث ضعفه الألباني وغيره، لكن صح حديث زيارة رب العالمين سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين له في حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام الشافعي في مسنده وهو يعلم، وقواه الإمام الذهبي وابن القيم والألباني والمذهبي، وهو الحديث الطويل في تفسير قول الله تبارك في تفسير يوم المزيد وهو يوم الجمعة. قوله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله عز وجل بالوحي، الشيخ رحمه الله ذكر أنه لم يجده هذا اللفظ وقد وجدناه بحمد الله تبارك وتعالى، وقلنا أن الحديث هذا الأثر صحيح موقوفا ومرفوعا. الشيخ صالح رحمه الله فصل الكلام في هذه المسألة تفصيل جيد في شرحه على لمعة العقل، فنمر عليه من باب الفائدة وتفصيل هذا الكلام إن شاء الله تبارك. يقول رحمه الله
ملخصا كلام أهل السنة في هذه الصفة. ده تلخيص معتقد أهل السنة في مسألة كلام الله عز وجل. يقول: معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه سبحانه يتكلم بصوت يسمع، وأن كلامه حروف سبحانه وتعالى. كل هذا سبقت الأدلة عليه. سمعها، أي هذه الحروف، موسى عليه السلام، سمعها من الله عز وجل موسى عليه السلام وجبريل عليه السلام والملائكة، ويسمعها الناس يوم القيامة. وكلامه سبحانه وتعالى ليس ككلام غيره كسائر الصفات. نثبت الصفة لله عز وجل بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يقول: وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره، بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الناس يوم القيامة في أرض المحشر صفوف، وليس على الأرض إلا موضع لكل قلب، فالناس في ازدحام شديد لا يعلم عددهم إلا الله. ومع ذلك إذا تكلم الله عز وجل سمعت الخلائق جميعا كلام الله عز وجل، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأن كلامه سبحانه وتعالى لا يأتي من جهة، لا نقول كلام الله عز وجل يأتي من جهة، لأن هذا لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. قال: والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل الذي نزل به جبريل عليه السلام، غير مخلوق. وهذا سيأتي تفصيله بكلام ابن قدامة وتفصيل الشيخ ابن عثيمين. غير مخلوق. قال: إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله، وإذا تلي على الألسن فهو كلام الله. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. يبقى المكتوب في المصاحف كلام الله عز وجل. المداد، الحبر، الورق مخلوق، لكن الكلام ليس بمخلوق. القرآن الذي يقرأه القارئ كلام الله سبحانه وتعالى، القارئ مخلوق، وصوت القارئ مخلوق، لكن الكلام ليس بمخلوق. يقول: فهذه مراتب مختلفة وكلها لا تخرج، يعني الكلام والكتاب ونحوها كلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ كله كلام الله تبارك وتعالى. هذا تلخيص معتقد أهل السنة والجماعة. بعض الناس حرف في كتب بعض أهل العلم. في كتاب العلو لابن الذهبي لما طبع قديما كان الكتاب فيه كلام الله عز وجل بحرف وصوت، فجاء بعض الناس المحققين زعموا فوضع قبل كلمة بحرف وصوت كلمة ليس، أضاف كلمة إيش؟ ليس. هذه الكلمة أضيفت في طبعة رشيد رضا ما بين قوسين، إشارة إلى أنها ليست في الأصل، لكن هكذا ظن أنها موجودة، كانت في حاشية. فلما جاء من بعده حذف القوسين وبقيت الكلمة، فصارت الجملة كلام الله ليس بحرف وصوت. طبعا هو لو قلنا ليس بحرف هيكون تصحيح الجملة نقول ليس بحرف ولا صوت، لكن كل مجرم يترك أثرا على جريمته، فبقت الجملة كذا ليس بحرف وصوت. والصحيح أن كلام ابن الذهبي في نقل معتقد أهل السنة والجماعة المعتمد في المخطوطات أنه قال كلام الله عز وجل بحرف وصوت. وهذا ما تميز به أهل السنة في هذا الباب، أنهم يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي، كلام يسمع بحرف وصوت، وما يسمع من الحروف هو كلام الله سبحانه وتعالى، وما سمعه موسى هو كلام الله سبحانه وتعالى، وما سمعه جبريل هو كلام الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، مما يدل على أن كلام الله عز وجل قديم
أن اعتقاد غير ذلك يوهم النقص في حق الله سبحانه وتعالى. الكلام صفة كمال أم لا؟ صفة كمال. فإذا قلنا عياذا بالله أن هذه الصفة لم يكن رب العالمين متصفا بها قبل، حين لم يكن متصفا بها كان محققا لهذا الكمال، كان هذا الكمال متحقق لله عز وجل. إذا كان صفة كمال وغير موجودة إذا هناك نقص. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الذين تكلموا بمسألة الكلام النفسي الأشاعرة الذين يزعمون أن الكلام كله لله شيء واحد، القرآن والتوراة والإنجيل شيء واحد. واضح؟ طيب القرآن عربي والإنجيل سورياني والتوراة عبري، كيف يكون هذا إذا كان كل شيء واحد؟ يقولون القرآن تعبير جبريل عن كلام الله بالعربي، والإنجيل تعبير جبريل عن كلام الله بالسوريانية، والتوراة تعبير جبريل عن كلام الله بالعبرية، فجعلوا كلام الله عز وجل شيئا واحدا. هذا كلام يحكي بطلانه يكفي فيه حكايته، حكاية هذا كلام تكفي إبطاله. ومما قالوا إن القرآن مثلا يعني كله معنى واحد، فالأمر هو عين الله، الأمر عبود الله، والنهي ولا تشركوا به شيء. يقول لك لفظ عبود الله هو لفظ ولا تشركوا به شيء. أمر الله عز وجل بالصلاة أقيموا الصلاة، ونهي الله عز وجل عن الفواحش ولا تقربوا الفواحش. الأمر بالصلاة هو عين النهي عن الفاحشة. أيضا هذا كلام تكفي حكايته عن إبطاله. هذا كله ليفروا عن إثبات صفة الكلام لله عز وجل. لماذا أراد أن يفروا؟ زعما أن إثبات هذه الصفة يوهم موافقة الحوادث. هؤلاء عندهم قاعدة، وللأسف الأشاعرة خاصة تناقضوا فيه. يعني المعتزلة على ضلالهم كانوا أقوى سبيلا من الأشاعرة. المعتزلة عندهم كل الصفات منفية، الجهمية عندهم كل الصفات منفية، لكن الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض. فصفة الكلام عندهم غير موجودة، لأنهم يقولون لو ثبت صفة الكلام وثبت الحرف والصوت لكان مشابها للحوادث، وهذا كلام باطل. لأن مثلا الحصى سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع الصحابة تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كان الحصى في هذا مماثلا لبني آدم؟ يقول إثبات الحرف والصوت لا يلزم منه إثبات الفم والهواء والحبال الصوتية، وهذا كله لوازم باطلة. هذا إذا افترضنا أنه لا بد منه في حق المخلوق فالله بخلاف ذلك، لكن أصلا حتى في حق المخلوق لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، كما ذكرنا في تسبيح الحصر. وعندك دونك النمل كلم سليمان عليه السلام، فهل كلام النمل مماثل لكلام بني آدم؟ إذا كان المخلوق يختلف كلامه عن كلام المخلوق، فما بالك بخالق الخلق سبحانه وتعالى؟ مما يؤكد أن صفة الكلام صفة حقيقية أن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما. قال عند العرب إذا أكد المصدر من جنس، يعني يقول ضربت فلان ضربا، ماذا أكد كلمة ضربت بضربا يبقى لا يحمل المعنى إلا على الضرب الحقيقي. كلم الله موسى تكليما، كلمة تكليما المصدر من جنس الكلمة كلم تكليما، فدل ذلك على الكلام لا يكون إلا كلاما حقيقيا. فموسى عليه السلام كلمه الله تبارك وتعالى كلاما حقيقيا سمعه موسى عليه السلام، لذلك كان موسى عليه السلام يسمى بكليم الرحمن سبحانه وتعالى. بالنسبة لموضوع نزول جبريل عليه السلام بالقرآن، الأشاعرة يقولون
إن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله. طبعا عندهم أصلا القرآن ليس كلاما يسمع، إنما معنى فاض على نفسه. واحتجوا على ذلك بأثر صحيح لكن لا دليل فيه. وجه سيد الخبر ابن عباس رضي الله عنه يقول: نزل القرآن إلى بيت العزة في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: نزل القرآن كاملا إلى بيت العزة. بيت العزة بيت حيال الكعبة في السماء الأولى. حيال الكعبة في السماء الأولى. فنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة. هذا كلام ابن عباس. هل في كلام ابن عباس أن جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من بيت العزة؟ لم يكن ابن عباس. هل في كلام ابن عباس أن جبريل عليه السلام لم يكن يسمع الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لم يكن ابن عباس. إنما هم ليفروا من كلام أهل السنة والجماعة في إثبات سماع جبريل للقرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا إن جبريل كان ينطلق إلى بيت العزة فيأخذ من القرآن أشياء ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الله. إنما مراتب القرآن العظيم، القرآن العظيم له مراتب. المرتبة الأولى أن القرآن العظيم كتب في اللوح المحفوظ. القرآن كتب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ. هذه مرتبة، مرتبة الكتابة، كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ونقول لا ندري الكيفية، لأن الكتابة هنا بكلام الله عز وجل لم يأتينا فيها تفصيل أكثر من أنها كتبت في اللوح المحفوظ. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم الذي كتب في اللوح المحفوظ، أنزله إلى بيت العزة في ليلة القدر قبل أن يسمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قال: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه الآية متى سمعها جبريل عليه السلام؟ بعدما جاءت خولة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحاورته وجادلته، التي شكت إليه زوجها. واضح؟ فلما تكلمت المرأة قال الله عز وجل: قد سمع الله قولا. فهل سمع قولها قبل أن تخلق ولا بعد أن خلقت؟ بعد أن خلقت. هل سمع قولها قبل أن تتكلم أم بعد أن تكلمت؟ بعد أن تكلمت. لكن هذه الآية مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذه الآية نزلت إلى بيت العزة. واضح كده المعنى؟ يبقى المرتبة الأولى الكتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة كما قال ابن عباس، ثم أنزل منجما على 23 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن العظيم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على جهة أهل السنة. فسمعه جبريل عليه السلام فبلغه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يبقى ما ينزل عليهم من القرآن محدث تنزيله، نزوله متجدد بحسب الحوادث، بحسب ما شاء الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ ماشي. اتفضل. يعني هذا القرآن ربنا عز وجل كتبه قبل أن خلق مثلا، ولا دي مشيئة قدرية؟ لا، كتب. مسألة مثلا قد سمع الله قول تجادلك في زوجها، ربنا عز وجل يعلم من قبل أن الموضوع سيحدث وكتبه سبحانه وتعالى. احنا عندنا القاعدة العامة سيتم الكلام في القدر أن الله عز وجل علم كل ما كان وكل ما سيكون. صحيح؟ طيب، وكتب الله عز وجل كل ما كان وكل ما سيكون. فكان مما كان نزول القرآن قبل أن ينزل القرآن، قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام. علم الله عز وجل أن سيكون ولادة هذا النبي وبعثة هذا النبي ونزول جبريل عليه السلام على هذا النبي بهذا الوحي. فهذا كله علمه الله وكتبه رب العالمين سبحانه وتعالى.
واضح كده المعنى؟ طيب نزول جبريل عليه السلام كان بعد أو بمجرد أن كتب في اللوح أم بمجرد أن نزل في السماء الأولى بيت العزة أم بعدما سمع القرآن من رب العالمين؟ بعدما سمع من رب العالمين سبحانه وتعالى. قولهم إن القرآن معنى نفسي أو كلام نفسي، قولهم إن القرآن مخلوق منفصل عن الله عز وجل، مخلوق في شيء ما كما قال الجهمية أو غيرهم أو غير ذلك، كل هذا مردود باطل بهذا التأصيل الذي ذكرناه. ومن زعم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ مآل قوله إلى أن جبريل عليه السلام لم يسمع الكلام، لم يسمع القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله سمعه جبريل عليه السلام بصوت وحرف فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول يسأل يقول لماذا كانت هذه الفرق في كلام الله عز وجل؟ هل هناك كلام فائدة بالنسبة لهم في جميع الصفات؟ أولا الفرق الضلالة منهم من تعمد إضلال الناس ومنهم من خالف سبيل السلف فزلت قدمه وهو لا يريد. يعني منهم من أخطأ عمدا وأراد أن يضل الناس. يعني مثلا عبد الله بن سبع اليهودي لما اخترع مذهب الروافض إنما كان مراده إضلال الناس، فلا يقال ما الفائدة العائدة عليه، الفائدة العائدة عليه إضلال الناس. وكذلك الجعفر بن درهم، جهم بن صفوان، واصل بن عطاء ونحوه، لأن هؤلاء الناس إنما أتوا بأشياء لا وجه لها. يعني من جاء بشيء بعض الكلام في بعض المسائل يكون لها وجه في اللغة ويخطئ الرجل فيها، هذا قد نقول إن الرجل غير متعمد الخطأ، لكن هذه أصول باطلة كما افترقت الأمم السابقة تفترق هذه الأمة. كلامهم بهذه الصفة، صفة الكلام وتأويلهم لها، مرادهم بها في الحقيقة أن الله عز وجل لم يتكلم بشيء، لم يتكلم بشيء. الله عز وجل تعالى الله عما يقولون ليس متكلما أصلا، لكن لما وجدوا في القرآن إثبات صفة الكلام وكلم الله وكلمه ربه، كلم الله موسى تكليما، لما وجدوا هذا الكلام لم يستطع أن يقولوا لا يتكلم، فماذا فعلوا؟ إما أن قالوا تكلم بمعنى أنه خلق الكلام، كما تقول عن الكعبة الكعبة بيت الله، الكعبة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة. فأرادوا أن يحرفوا صفة الكلام فجعلوا كلم الله خلق الله الكلام، تعالى الله عما يقول. الأشاعرة كما قلنا يتناقضون. الأشاعرة إشكالهم أنهم أرادوا أن يجمعوا ما بين مذهب أهل الحديث وما بين مذهب الفلاسفة، فتناقضوا فأثبتوا بعض الصفات كصفة السمع والبصر ونفوا جل الصفات. خلاص؟ طيب صفة الكلام منصوص عليها في القرآن، ماذا يفعلوا فيها؟ قالوا إن الكلام صفة نفسية، صفة نفسية بالتالي عشان أوضح لك المعنى، إنسان ما قادر على الكلام ولا يتكلم. الأشاعرة يسمونه متكلم بالقدرة. واضح المعنى؟ لو في إنسان أخرس هذا غير متكلم لأنه غير قادر على الكلام، لكن إنسان يستطيع أن يتكلم وساكت يكون هذا متكلم بالكلام النفسي. خلاص؟ طبعا تصور أن يكون ثم متكلم لم يتكلم قط غير موجود. ما الفرق بين الأخرس والمتكلم؟ إذا سكت المتكلم والأخرس أصلا كده كده ساكت، ما الفرق بينهما؟ إن المتكلم يتكلم أحيانا ويسكت أحيانا. نقول إن الكلام من الصفات المتجددة الآحاد، فالله عز وجل يتكلم بما شاء، صفة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى مراد هؤلاء في النهاية نفي هذه الصفة وتعطيل الرب عز وجل عن هذا الكمال الواجب له الثابت له. سبب هذا الضلال كله مخالفة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ما من فرقة من فرق الضلال ضلة إلا لما خالفت هدي النبي وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا يقول هل هذه الفرق نفت وعطلت صفة الكلام أرادوا تنزيه الله عز وجل وعدم مشابهته لخلقه؟ نعم هم يقولون ذلك، لكن أيضا لما نفوا صفة السمع أرادوا ذلك.
ولما لهم صفة البصر أرادوا ذلك. الجهمية لما عطلوا رب العالمين سبحانه وتعالى عن كل الصفات إلا صفة الذات الوجود، خلاص أرادوا ذلك. لكن ليس الهم ماذا أراد، كم من مريد للخير لن يصيبه، واضح؟ وفي كثير من كلامهم مجرد دعوة، لأن في نفي الصفة ليس هناك تنزيه لله عز وجل. إعادة شرح قول الأشاعرة كلام نزل معنى قائم بنفسه يتعلق بمشيئته. الأشاعرة يقولون إن صفة الكلام هذه ويثبتون صفة الكلام عبارة عن أن الله عز وجل متكلم بكلام نفسي. يعني إيه بكلام نفسي؟ أنت الآن في نفسك معنى، في نفسك معنى عايز تسأل عن كده ولم تسأل، لم تتكلم بهذا السؤال. عند الأشاعرة أنت متكلم وأنت ساكت. لماذا أنت متكلم؟ لأن في نفسك معنى. طيب هذا المعنى الذي في نفس الله تعالى الله عما يقول حق الكفر ليس بكامل، هذا المعنى الذي في نفس الله ولم يتكلم به حقيقته سبحانه وتعالى، كيف عرفه الرسل؟ يقولون فاض هذا المعنى على جبريل، فاض هذا المعنى على موسى، خلاص فاض عليه يعني خلقه الله عز وجل فيه. لذلك حقيقة قول الأشاعرة أن القرآن مخلوق أيضا. طيب خلقه الله فيه، خلق الله عز وجل في موسى كلاما، من الذي تكلم؟ موسى. طيب كيف ينسب كلام موسى إلى الله؟ يقولون أن هذا الكلام يضاف إلى الله عز وجل لأن موسى عبر عما في نفس الله، عبر عما في نفسه. عامل زي عندك طفل صغير الولد ما بيعرفش يتكلم، عايز تسأله تشرب ولا لا، فلو قلت له تشرب مش هيفهم، بتقول له ايه؟ طيب انت كده حين قلت هذه الكلمة هل قلت كلامه أم عبرت عما في نفسه؟ تعالى الله عما يقول. هذا مثال كلام الأشاعرة والماتريدية. خلاص؟ قلنا ان هذا كلام باطل، ان معناه القرآن مخلوق، وعقيدة القرآن مخلوق عقيدة كفرية باتفاق السلف. بالنسبة للألواح التي نزلت على موسى، هل ده يدخل في يعني هي نزلت مكتوبة؟ ماشي. هل نثبت منها صفة الكتابة أو ما شابه؟ الكتابة ما نثبت لوحدها أصلا. مش عندك كتاب خلاص في لوح المحفوظ؟ طب صفة الكتابة كتير ثابتة لله عز وجل. كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تسبق غضب. فصفة الكتابة ثابتة، مش محتاج ان احنا نحتاج مش هذا. يا ريت يا اخوانا عشان نخلص الشرف الوقت المحدد اي اسئله هنأجلها لاخر ايش؟ اخر الدرس، الا اذا كانت متعلقه بذات الفصل يكون بيان ضروري حتى لا نعود اليه مره. خلاص؟ فاي اسئله تكون مكتوبه بلاش اسئله شفوي ونجيب عليها ان شاء الله جل في اخر اليوم ان يسر الله تبارك وتعالى. فصل: القرآن كلام الله عز وجل. هذا الفصل تابع لكلام السابق. يقول: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حبل الله المتين وهو صراط مستقيم وتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا ثبت عن جماعات من السلف، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة واحدة فلا يبقى منه آية لا في الصدور ولا في السطور، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. يبقى كلام الله عز وجل حروف وكلمات، فأجره حتى يسمع كلام الله سيسمع كلام الله سبحانه وتعالى. من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات،
أعربه معناها قرأه قراءة صحيحة من جهة أحكام الإعراب. يعني لما يقول الحمد لله رب العالمين بصرف النظر عن أحكام التجويد. أحكام التجويد منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو تقع، لكن كلمة أعربه مراد بها نطقه نطقا سليما على جادة لغة العرب، يعني كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا لم يعلم وإن أتى بأحكام التجويد صحيح لكنه لم يقرأه كما أنزل. يقول فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر، أوله الفاتحة آخره الناس، وأجزاء وأبعاض. القرآن مجزأ ل 30 جزء. الأبعاض بعض القرآن، آيات من القرآن، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه. محكم ومتشابه تكلمنا عنه، وناسخ ومنسوخ. الناسخ والمنسوخ أن يأتي خطاب الله عز وجل بحكم ما، ثم يأتي خطاب من الله عز وجل آخر يرفع هذا الحكم الأول. واضح؟ على سبيل المثال إما أن يرفع الحكم وتبقى التلاوة، أو يرفع الحكم والتلاوة، أو ترفع التلاوة والحكم على تفصيل في كتب أصول الفقه. لكن مثال ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا حكم شرعي، كان الحكم عليك إذا أوشك الموت أن يأتيك أن توصي لزوجتك أن تبقى عاما. فكانت المرأة التي يموت زوجها تبقى عام كامل لا تتزوج. نسخت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا معنى كلمة ناسخ ومنسوخ. الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم. وما نسخ تلاوته وبقي حكمه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت. الشاهد وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى عن القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال العثيمين رحمه الله القرآن الكريم من كلام الله عز وجل، لأن من كلام الله عز وجل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور منزل غير مخلوق، منزل من عنده سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، بعض الناس يقول منه بدأ يعني ظهر. المراد بكلمة منه بدأ الرد على الجهمية الذين قالوا الكلام بدأ من جبريل أو الكلام بدأ من الشجر، إنما القرآن من الله عز وجل بدأ. فأول من تكلم بالقرآن رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم جبريل ينقل كلام رب العالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينقل كلام رب العالمين، والمؤمن عموما ينقل كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فهو كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه. لماذا قال حروف والمعاني؟ لأن الأشاعرة يقولون أن المعاني من الله والحروف من جبريل. وإليه يعود. وإليه يعود قلنا يعود إلى الله عز وجل يسرى عليه في آخر الزمان، يرفع فلا يبقى منه في الصدور ولا في الصدور شيء. هذه معنى إليه يعود سبحانه وتعالى. وهذا النص ورد من قول الخباب بن عروة رضي الله عنه وصح عن جماعة من التابعين. الشاهد قوله حروفه ومعانيه رد على الأشاعرة الذين قالوا أن المعاني من الله والحروف من جبريل أو من محمد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دليل أنه من كلام الله قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالرجل المشرك حين تتلو عليه القرآن ماذا يسمع؟ يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ودليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ودليل أنه غير مخلوق قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. عندي نوعين الخلق والأمر. الخلق غير الأمر. القرآن من الخلق أم من الأمر؟ من الأمر.
فلما كان القرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، خلاص لما كان من الأمر لم يكن من الخلق. والقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوق، غير مخلوق. ودليل أنه منه بدأ أن الله عز وجل أضافه إليه، والكلام لا يضاف إلا إلى من قاله مبتدئا. لو أنك قلت كلاما ما، أنت قلت كلاما ما فنقله إلي أحد إخوانك، يكون الكلام كلام ناقل أم كلام مبتدئ في الكلام؟ كلام مبتدئ. فالذي تكلم رب العالمين، والذي نقل إلى الرسول جبريل، والذي نقل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى القرآن متواترا. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان. قلنا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسرع على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه آية. وهذا القرآن هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. وقال الله سبحانه وتعالى رادا على من قال ذلك سأصليه سقر. الطحاوي يقول فمن زعم أنه كلام البشر فقد توعده الله عز وجل بسقر. توعده الله عز وجل بإيش؟ بسقر. فالذين قالوا أن الذي تكلم به جبريل، الذين قالوا تكلم به ابتداء جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو قالوا في كلام موسى تكلم به موسى عليه السلام، أو قالوا أن الكلام خلق الله في الشجرة تكلم به الشجرة، كل هذا ينسب الكلام إلى غير الله عز وجل تعالى الله عما يقول. قال بعضهم هو شعر. هذه فائدة مهمة للرد على الأشاعرة. العرب قالوا عن القرآن أنه شعر، إذا سمعوا هذا الكلام الذي هو حروف وأصوات فوصفوه بما هو معتاد من حروف وأصوات فقالوا هو شعر، فرد الله عز وجل عليهم فقال وما علمناه الشعر. فلما نفى سبحانه وتعالى أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن وهذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف، لأن ما ليس كلمات ولا حروف لا يقال عنه شعر. واضح المعنى؟ يعني العرب على كفرهم في جاهليتهم كانوا أعقل من هؤلاء الضلال الذين ضلوا في هذا البلد. وقوله تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن، هذه الآية تدل أيضا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، لأن لو كان هذا القرآن كلام البشر لما تحدى الله عز وجل بعض البشر أنه لن يأتي بكلام مثلهم من البشر، إنما هو كلام الله عز وجل، لذلك تحداه به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية. قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يدرى. هل يتحداهم أن يأتوا بمثل المعنى الذي قام بنفس الله عز وجل وهم لا يدرون هذا المعنى؟ وقال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. إذا هم سمعوا قرآنا آيات بينات. وقال تعالى هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ. ومما يدل على أنه حروف أن الله تبارك وتعالى ابتدأ بعض الصور ببعض الحروف، ألف لام ميم حاء ميم وهكذا. فافتتح سبحانه وتعالى 29 صورة بالحروف المقطعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. يقول ابن قدامة حديث صحيح، لعل المراد أصل الحديث، يعني أصل الحديث
من قرأ آية من كتاب الله عز وجل فله بكل حرف 10 حسنات. هذا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ووصف. لكن الحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح بل هو ضعيف جدا، ضعيف جدا. فقد يكون المراد بالتصحيح أصل الحديث وإلا يكون هذا التصحيح خطأ. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه. حروف ماذا؟ حروف القرآن. فالقرآن حروف، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم، ألف حرف لام حرف ميم حرف، يقيمون حروفه إقامة السمع. الحديث لا يجاوز تراقيهم يعني الحناجر. جماعة من العلم قالوا يعني لا يصعد إلى الله فلا يقبل، وجماعة قالوا لا ينزل إلى القلب فلا يعقل لا يفهم، إنما هو عند الحناجر كفعل الخوارج. يتعجلون أجره ولا يتأجلون. يتعجلون أجر في الدنيا فيأخذون الأجر على قراءة القرآن في الدنيا مالا، ولا يتأجلونه يعني لا يتأجلون الأجر ويؤجلوه إلى يوم القيامة. وقال أبو بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. طبعا الإعراب في أصله واجب لأنه هكذا نزل، لكن الخطأ في الإعراب قد يكون أحيانا مخرجا عن الملة لمن كان يعلم ذلك، ولولا العذر بالجهل لكفر من قرأ القرآن خطأ. يعني مثلا لو أن إنسان حرف في القراءة فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، هذه الضمة غيرت المعنى أم لا؟ صار المعنى كفريا أم لا؟ لكن هذا يدل على العذر بالجهل والخطأ. خلاص؟ في مواضع أخرى الخطأ في الإعراب لا يغير المعنى، يعني المعنى يصح وإن كان هذا خطأ ولا يجوز. مثل إذا قرأ الرجل فقال الحمد لله رب العالمين، المعنى ثابت أن الحمد ثابت لله عز وجل، لكن هذا أخطأ في القراءة، يعني كأنه ظن أن ثم ناصب محذوف. واضح؟ فالإعراب واجب. لذلك قال عمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني إن كنت إما أن تحفظ خطأ أو تقرأ صحيحا، أيهما أولى؟ تقرأ قراءة صحيحة، لكن نصح إخواننا قبل أن يقرأ القرآن يذهب إلى بعض إخوانه ممن يعلموه كيفية القراءة. القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، وإذا أردت أن تحفظ فلا بد أن تصحح قبل أن تحفظ، لأن من أصعب الأمور أن تحفظ خطأ ثم تصحح الخطأ بعد ذلك. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. هذا كلام وجدته من كلام ابن مسعود، لم أجده من كلام علي، إنما ذكره الحافظ في المطالب العالية والطبراني في معجمه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. القرآن متواتر، فكل ما تواتر من القرآن من كفر بشيء منه فقد كفر به كله. طبعا الذي كفر به الذي رده عنادا. أما من أنكر آية جهلا، يعني إنسان ذكرت له آية في كتاب الله عز وجل فظن أنها غير موجودة، يعني كثير من المسلمين كأنه لا يعلم، كأنه لم يسمع القرآن، فيشك في كفر النصارى، فقد تتلو عليه بعض الآيات. أقول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكان هذه الآية لم يسمعها من قبل. مثل هذا الآيات إن الذي أصابه ذهول أو جهل. وعمر رضي الله عنه لما سمع قول الله تبارك وتعالى الذي تلاه الصديق رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، وقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ونحو هذه الآيات. عمر يقول كأنها أنزلت الساعة، كأنه لم يسمعها من قبل، كأنه لم يسمعها من قبل. هذا قد يحدث. لكن من أتيت له بآية من كتاب الله عز وجل وأثبت له تواترا أنها قراءة صحيحة متواترة فأنكرها بعد ذلك يكون كفر بالقرآن كله، حتى لو أنكر كلمة واحدة
أو حرفا واحدا من كلام الله. قال واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. في مقدمات كتب التفسير غالبا عادة تجد العلماء يذكرون عدد الصور، عدد الكلمات، عدد الحروف وهكذا. ومما نقل عنه عد القرآن ما حدث في زمن الحجاج. يحكى أن الحجاج أمر القراء أن يرسل له القرآن فيذكروا له أوسط القرآن بالضبط فيحكى، وهذا الكلام لم أجده مسندا لكن هكذا ذكره بعض المتأخرين أنهم وجدوا الحرف الذي هو آخر حرف في نص القرآن حرف الفاء من قول الله عز وجل وليتلطف. شاهد أن المسلمين عدوا سور القرآن وآياته وكلماته، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وبهذا حجة قاطعة على أنه حروف. يبقى ابن قدامة ذكر أدلة يستدل بها على معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فذكر أن القرآن حروف وكلمات وذكر الأدلة على ذلك. أوصاف القرآن. وصف الله عز وجل القرآن بأوصاف عظيمة ذكر منها المؤلف ما يكفي: أنه كتاب الله عز وجل المبين، مبين يعني المفصح الموضح المبين، المفصح عما تضمنه من أخبار وأحكام. الثاني أنه حبل الله المتين، أي العهد القوي الذي من تمسك به نجا. أنه صور محكمات، أي مفصل الصور 114 صورة، كل صورة منفردة عن محكمات متقنة. والأصل في كتاب الله عز وجل أنه محكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أنه آيات بينات علامات ظاهرات على توحيد الله عز وجل. ذكر العلماء قال كل 3 آيات من القرآن يتحدى بها، لأن الله عز وجل تحدى العرب بأقصر سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة أقصر سورة الكوثر 3 آيات. ومعنى كونها علامات ظاهرات كل آية تسمى آية أي علامة، فكل آية تدل على وجود الله عز وجل وعلى أنه الذي يستحق العبودية، وعلى أنه أنزل هذا القرآن الكريم، وعلى أنه أرسل رسله هكذا. أن فيه محكما ومتشابها، ذكرنا الكلام عن المحكم والمتشابه أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، أنه بريء مما وصفه المكذبون به من قولهم إنه شعر أو إنه سحر أو إنه قول البشر، أنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال بعض الأساتذة في جماعة الأزهر أن الأشعري يعني أبو الحسن رجع عن معتقد في كتاب الجمعة. نعم، أبو الحسن الأشعري رجع عن جل كلامه وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة ونص على ذلك في أكثر من كتاب. أخونا أسد يقول هل ثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر المعوذتين أنه من القرآن؟ من جهة الأسانيد الصحيحة، لكن فقه الإسلام الأسانيد صحيحة لكن فقه هذا المال. مسعود رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بالمعوذات، فلما نزلت المعوذتان رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما الحسن والحسين، فكان مسعود لا يكتبهما في مصحفه اكتفاء بأنهما يعوذ بهما فهما محفوظتان تماما. وبعض العلماء قال كان هذا قولا لابن مسعود ثم عاد عنه. هذا الكلام ذكرناه في إنكار شيء من كتاب نازل بعد ثبوت التواتر. فابن مسعود رضي الله عنه ظن أنهم معوذات فقط حتى أخبر بأنهم من القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت أنهم من القرآن. فلا يصح أن نقول ابن مسعود أنكر أنهما من القرآن، إما أنه اعتبرهم معوذات ثم رجع عن ذلك والإنسان ينسب إليه آخر أقواله لا أول أقواله، وإما أنه اعتقد أنه من القرآن لكن لم يثبتهما في مصحفه.
هذا خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة. رؤية المؤمنين لرب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. القاعدة العامة أنه لم ولن يرى أحد رب العالمين في الدنيا. الوحيد الذي اختلفوا فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه تبارك وتعالى بعينه، لكن الخلاف موجود. إذن كل البشر لم ولن يروا رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا. أما الكلام في إثبات الرؤية فمتعلق بالآخرة. متعلق بماذا؟ بالآخرة. يقول ابن قدامة رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى يعني عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، يعني الضبط إما بالتشديد أو بالتخفيف. حديث صحيح متفق عليه، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى. ورؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة، لقوله تعالى لموسى عليه السلام: وقد طلب رؤية الله عز وجل لن تراني. وقلنا إن الوحيد الذي اختلفوا فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه، إنما الثابت رأى ربه مطلق أو رآه بقلبه، رآه بقلبه كما قال المعبد. وهذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضوان الله عليه، وفي حديث ابن عباس رضوان الله عليهما: رأيت ربي عز وجل الليل في أحسن صورة. كانت رؤيا منام. أخونا يقول: هل خلاف الصحابة حول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج هل يعد هذا خلاف في العقيدة؟ أولا لم يثبت عن الصحابة الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، هذا كلام منقول، لكن لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج. هذا أولا. خلاص؟ ثانيا مسألة الخلاف بين الصحابة في العقيدة، العقيدة لها أصول وفروع. أما أصول الاعتقاد فلم يختلف الصحابة فيها قط. كان يختلف الصحابة فيها إيش؟ أبدا. خلاص؟ لكن هناك بعض المسائل التي هي من فروع الاعتقاد، يعني مثلا مسألة سماع الميت لكلام الحي، سماع الموت، مسألة اختلفوا فيها، هل هذه مسألة من العقيدة؟ هذه من فروع الاعتقاد. كل مسألة لا ينبني عليها حكم عملي مباشر تسمى عقائد أو علميات أو خبريات، وكل مسألة ينبني عليها عمل مباشر تسمى فقهيات أو عمليات. خلاص؟ فإذا قلت الصحابة لم يختلفوا في العقيدة فهذا كلام صحيح وهو أصل. وإذا وجدت في بعض كلام أهل العلم أن الصحابة اختلفوا في العقيدة يوجه هذا الكلام، هذا كلام ليس بصحيح، لكن يوجه على أن مراده، الكلام من أهل السنة، على أن مراده في بعض فروع الاعتقاد. واضح؟ لكن إطلاق القول الصحابة اختلفوا في العقيدة هذا إطلاق لا يصح. الشاهد يقول الشيخ: ورؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب فقد قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وصف الله عز وجل الوجوه بالنظر،
والوجه محل العين. ثم قال سبحانه إلى ربها وجاء بحرف إلى. والنظر إذا عدي بإلى اتفاق العرب على أنه يكون نظر العين. يبقى عندي بهذه الآية دليل على أن النظر بالعين لله عز وجل ثابت، لأن النظر عدي بإلى وذكرت النظرة لمحل الرؤية. الإنسان يرى بعينه والعين بالوجه، فالوجه فيه نظرة من رؤية الله عز وجل، والعين تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا تحريف المحرفين لما حرفوا كلمة حرف إلى، زعموا أنها كلمة إلى اللي هي مفرد ألا، يعني نعم. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات رؤية المؤمنين لرب العالمين. إذا كان أعداؤه حجبوا وأولياؤه حجبوا فأي فرق بينهما؟ لا يكون الفرق. لكن لما نص على حجب الأعداء دل على عدم حجب الأولياء. هذه الآية تدل على إثبات رؤية المؤمنين لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون. لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من شدة الزحام. لا تضامون يعني لا تشكون في رؤيته سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يرى جل جلاله، فخلقه حين يرون لا يشك في رؤيته ولا يتضام بعضهم إلى بعض، مع أن هناك زحام. لكن لماذا لا يتضاموا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الرؤية برؤية القمر. لو إن أهل الأرض جميعا نظروا إلى القمر هل يتضام بعضهم إلى بعض لكي ينظروا إلى القمر؟ لا. لذلك هذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. خد بالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون، يبقى سترون كما، فالرؤية كالرؤية وليس المرء كالمرء. أجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية. يرون الله عز وجل في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تبارك وتعالى وكما يليق به عز وجل. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله. قالوا يرون ربهم يعني ينتظرون ثواب ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا يعني منتظرة نعمة الله. وهذا تحريف لهذه الآية. ولو افترض أن هذا التحريف يصح بهذه الآية فلا يصح في الآية الثانية إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولا يصح في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية. وبعضهم جعل المراد بالرؤية رؤية العلم واليقين. قال لك نعم يرون ربهم يعني يوقنون به كأنهم يرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فحتى الانتهاء الغاية. طب بعد أن تموتوا ترون ربكم سبحانه وتعالى. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول اللي هو رؤية الثواب أو انتظار الثواب بما سبق في القاعدة الرابعة. هذا خلاف الظاهر، خلاف إجماع السلف، لا دليل عليه. وباعتبار التأويل الثاني اللي هو رؤية العلم يعني اليقين كأنه رأى بالقاعدة وبوجه نظر أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا. العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا، يعني المؤمن يوقن بالله عز وجل. حتى تضح المثال النبي عليه الصلاة والسلام على يقين تام لربه تبارك وتعالى بكل ما أخبره الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم. وقد رأى صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه فهو على يقين. فهل على قولهم النبي عليه الصلاة والسلام لن يرى ربه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هؤلاء المبتدعة احتجوا على نفي الرؤية بدليلين لابد من بيانهما والرد عليهما. الدليل الأول قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فاحتجوا بهذه الآية على نفي الرؤية، والرد عليهم سهل المسؤول. الإدراك رؤية مع إحاطة. الإدراك رؤية مع إيش؟ مع أنت ترى الشمس، هل أدركت بعينك حقيقة الشمس؟ لم تدرك، خلاص؟ فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر، والمنفي هو الإدراك ولا يحيطون به علم، والمثبت هو الرؤية. الدليل الثاني احتجوا بقصة موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا لن نفي على التأبيد، فلن تراني أبدا. فإذا كان موسى لن يرى الله فما بالك بغيره وهو كريم الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الرد عليه أيضا سهل وميسور، إن لن ليست على التأبيد الأبد، إنما لن على التأبيد في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والدليل على أن لن تأتي للتأبيد في الدنيا فقط قول الله تبارك وتعالى عن اليهود وأشباههم ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، لن يتمنوه ومؤكد بالتأبيد أبدا. هل يتمنى الكفار الموت في النار أم لا؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى نفى تمنيهم للموت أي في الدنيا مع كونهم يتمنون الموت يوم القيامة. فكذلك هذه الآية نفى الله عز وجل الرؤية في الدنيا لن تراه، وأثبتها سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة. اتفاق السلف على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة في أرض المحشر وفي الجنة، لكن اختلفوا هل يرى الكفار رب العالمين سبحانه وتعالى في أرض المحشر أم؟ هذه مسألة خلافية وهذه تفصيلها يقول. هنا يرسل سؤال يقول هل الإنسان في الآخرة يستطيع أن يكلم ربه سبحانه وتعالى؟ ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعض الأشاعرة أن الرؤية تستدعي الجهة وأن الله لا تبصر. لا، هذا كلام المعتزلة. الأشاعرة أثبتوا الرؤية لكن نفوا الجهة. قالوا الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، المعتزلة قالوا لا يرى أصلا، واحتجوا على ذلك بأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، وإثبات الجهة عندهم محال، فنتج عن ذلك أن الرؤية محال. ده كلام من؟ كلام المعتزلة. هذا كلام على عوجه مستقيم. ليه على عوجه مستقيم؟ لأن فعلا إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، لكن نحن لا نقول إثبات الجهة، لأن لفظ الجهة لم يثبت، لكن نقول الله عز وجل يراه المؤمنون من فوقهم، يبقى إثبات مطلق العلو. واضح المعنى؟ الأشاعرة تناقضوا. الأشاعرة نفوا الجهة لفظا ومعنى، نفوا إثبات الجهة لفظا ومعنى، فلم يثبتوا الله عز وجل فوق خلقه. طب وإثبات الرؤية يرونه من فوقهم فيه إثبات لما يسمى بالجهة، فتناقض الأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة. واضح؟ فقالوا يرى لا في جهة. نحن لا نقول يرى في جهة أو يرى لا في جهة، إنما نقول كما علمنا السلف يرى المؤمنون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، يأتيهم سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون سبحانه وتعالى، الكيفية لا يعلمها إلا الله. فالأشاعرة أثبتوا الرؤيا ونفوا الجهة فتناقضوا. أراد الجواب من كلام السلف بإثبات الرؤيا وكلام المعتزلة بنفي الجهة فتناقضوا. أما الأشاعرة هم المعتزلة الذين يقولون هذا الكلام، ونقول الرد عليهم إثبات الجهة لم يرد به نص لا نفيا ولا إثبات، لا نفيا ولا إثبات، لكن المؤمنين يرون ربهم من فوق. القضاء والقدر.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيل لما فر عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، لوح المحفوظ. أراد سبحانه ما العالم فاعلون، ولو عصمهم لما خالفوا، لو عصمهم من المعصية لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الأرض أو الأنفس أو المصيبة. الضمير يعود على أحد هذه الثلاثة، وابن كثير رحمه الله رجح أنها تعود على الثلاثة. يبقى ما من شيء يكون في الأرض إلا وهو في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق الأرض، كما في حديث مسلم: إن الله عز وجل كتب مقادير السماوات، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، الحديث، والقدر خيره وشره. هذا الحديث يقول وروى ابن عمر، الصواب أن نقول وروى عمر، لأن هذا الحديث من مسند عمر، رواه ابن عمر عن عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. هذه الأدلة التي ذكرها ابن قدامة يحتج بها على ما ذكر من معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وكان ينبغي أن يأتي بقول الله عز وجل: فعال لما يريد. قال العثيمين: من صفات الله تبارك وتعالى أنه الفعال لما يريد، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يصل شيء إلا بتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. حتى العرب على كفرهم آمنوا بهذا، فلما سئلوا: ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. والقدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، سئل عن القدر فقال: القدر قدرات الله. القدر قدرات الله عز وجل، فكونه لا يخرج أحد عن إرادته هذا لتمام قدراته سبحانه وتعالى. لا يفعل أحد شيء إلا بإذنه الكوني، إلا بإرادته سبحانه وتعالى. هذا إثبات لقدرة الله عز وجل، كونه سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد لتمام قدرته سبحانه وتعالى. فالقدر كله راجع إلى إثبات صفة قدرة الله عز وجل. يهدي من يشاء ويعصم فضلا، ويضل من يشاء ويخذل عدلا منه سبحانه وتعالى. قال: الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الست، لحديث جبريل عليه السلام والآيات المذكورة في الإيمان بالقدر. والخير والشر في القدر باعتبار العاقبة. أقدار الله عز وجل، هل في أفعاله سبحانه وتعالى شر؟ تقول نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر كله من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قني شر ما قضيت. فهل في أفعال الله عز وجل شر؟ أولا لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك سبحانه وتعالى.
والخضر عليه السلام لما تكلم عن الخير صدق موسى عليه السلام قال فأراد ربك أن يبلغ أشده. ولما تكلم عن الشر السفينة وحرقها قال فأردت أي أن أعيبها. ولما تكلم عما لا يعلم إلا بغيب إلا بوحي قال عن الغلام خلاص فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. فأشار نسب الوضع إلى نفسه لكن عظم نفسه ليشير إلى أنه ليس كسائر الخلق إنما هذا بعلم علمه الله إياه. الجن قالوا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه فهو يشفيه. فهذا من آدم مع الله عز وجل. وليس في أفعال الله شر محض. ليس في أفعال الله شر محض يعني خلق إبليس وإبليس وجوده أصل كل شر في الأرض. هل في خلق إبليس وجه خير لبعض عباد الله أم لا؟ نعم. وجود إبليس جعله الله جل سببا لاختبار المؤمنين فيعلم الله عز وجل المؤمنين من الكافرين الصادقين من الكاذبين. بوجود إبليس قام الجهاد أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب. فإبليس في وجوده منافع عظيمة لا يعلمها على تمامها إلا الله سبحانه وتعالى. فخلق إبليس ليس شرا محضا. شر محض يعني شر من كل الوجود. طيب وجود إبليس شر نعم لمن أطاع ووجود إبليس خير لمن عصاه وأطاع الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الشر شر بالنسبة للبعض وخير بالنسبة للبعض ليش؟ الآخر. فليس في فعل هذا شر محض. فالخير والشر باعتبار العاقبة. وجود إبليس بالنسبة للذين عصرهم الله سبحانه وتعالى منه وأخلصهم الله عز وجل له فخالفوه وعصوه وجاهدوه خير لأنهم يدخلون الجنة. ووجود إبليس بالنسبة لأولياء إبليس الذين اتبعوه وأطاعوه وعبدوه من دون الله عز وجل شر لأنهم سيدخلون النار. قال والحلاوة والمرار باعتباره وقت إصابته حلوه ومره من الله. إنسان أصيب بفقد ولده هذه مصيبة فهذا مر لكنه يتصبر ابتغاء وجه الله عز وجل يرضى عن أخبار الله سبحانه وتعالى. والرضا لا ينافي الكراهية. المريض يأخذ الدواء المر الذي يكرهه وهو راض بأخذه. يبقى المرارة تبعا لكونها مصيبة. والإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة يجد لها حلاوة ويشكر الله تبارك وتعالى عليه. فالإنسان عند القدر إما شاكر وإما صابر لأن القدر إما حلو وإما مر في وقت الإصابة. قال وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. فقلنا هذا يختلف باختلاف الناس كما قال الشاعر العربي قديما مصائب قوم عند قوم فوائد. قال والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. هذا بالنسبة للمقدور نفسه. أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فلا يقال إنه شر فلا يقال إنه شر لأنه لا ينسب إليه سبحانه وليس في عليه شر محض. قال صلى الله عليه وآله وسلم وقني شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى الله سبحانه وتعالى. القدر خيره وشره فالخير والشر منسوب إلى ما قدره الله وليس إلى الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. هذه الأربعة تسمى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. تسمى مراتب القضاء الإيمان بالقضاء والقدر. المراتب أربعة.
أن تؤمن بعلم الله عز وجل الشامل بكل ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الشيء الثاني أن تؤمن بكتابة الله عز وجل لما كان وما سيكون. العلم أوسع المراد، العلم يشمل ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما هل سيكون؟ هل كان؟ لا كان ولا يكون. لكن علم الله بعلمه الشامل أن ذلك لو كان لحدث كذا وكذا وكذا. خلاص؟ أما الكتابة فالكتابة إنما كانت لكل ما قدر الله كونه مما كان بالفعل وحدث أو مما سيكون. المرتبة الثالثة المشيئة، أن الله عز وجل ما شاءه كان، فكل ما كان أراده الله سبحانه وتعالى إرادة كونية هي المشيئة، وكل ما سيكون لا يكون إلا بعد مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا إن شاء الله. المرتبة الرابعة الخلق. المرتبة الرابعة الخلق، فكل ما في السماوات والأرض مخلوق لله سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء، يعني كل المخلوقات الله خلقهم وخلق أعمالهم. الله خلقكم وخلق أعمالكم، والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون ما مصدرية بمعنى وأعمالكم. فالإنسان وأعمال الإنسان مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذه المراتب الأربعة، وهذه المراتب الأربعة مفصلة في رسالة القضاء والقدر للأشقر. هذه من أيسر ما كتب في هذا المجال. رسالة القضاء والقدر رسالة لطيفة حوالي 120 صفحة، لكنها جيدة لخصت معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المجال. من أراد التوسع فدون كتاب القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن صالح المعنى، رسالة ماجستير مجلد وسط فصل فيها هذا الكلام باستفاضة. من ألطف ما قيل في تفصيل مراتب القضاء والقدر كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز